شكرا لك امين. واحنا نكملوا في اجواء الحصاد السياسي سنه 2016 ونكمل معك وين وقفنا قبل الفاصل. استاذ صافي سعيد، كنا نحكيو على ارتباط الوضع في تونس بما يجري دوليا وعربيا. شوف، في تحول في العالم العربي في 1700. اولا امامنا المغرب، نبدو من المغرب. المغرب امامه استحقاق حكومي، عنده عطل في ترتيب حكومة أو الإعلان عن حكومة جديدة بعد الانتخابات الجديدة. قد يعيدون الانتخابات. عندهم أزمة مع موريتانيا، وأخرى مع الجزائر، ومشكلة أخرى مع الاتحاد الأفريقي. يريدون العودة إلى الاتحاد الأفريقي. اللي يعارضهم في عودة الاتحاد الأفريقي تعارضهم موريتانيا وتونس، وأنا لا أفهم لماذا، ومصر والجزائر. هذا البلوك عاملين عليهم بلوك في الدخول. إذن احنا مقصرين، تونس مقصرة في التعاطي مع المغرب، ولم نستفد من تجربة المغرب، لا تجربة الحقيقة والكرامة، أو شو اسمها الحقيقة والكرامة، ما هيك، ولا في تجربة التنمية الجديدة، ولا في تجربة الانفتاح على أفريقيا، ولا في الاتحاد المغرب العربي. لم نفعل علاقاتنا مع المغرب، ولم نستفد من المغرب، رغم أن المغرب تحكمها حكومة إسلامية، حكومة العدالة والتنمية، اللي هي شقيقة أخرى للنهضة. وهذا ما نعرف ليش هالفيتو على التعامل مع المغرب، ومين اللي عاملوا هالفيتو؟ ثم فيتو معمول بقوة أخرى إقليمية في المنطقة. ده نمشوا للجزائر. الجزائر يكون فيها تحولات وتكون فيها انتخابات في 2017. ليبيا موضوع مازال مفتوح على مصراعيه، واللاعبون كلهم يلعبون ويشحنون ويتموقعون ويستعدون. واحنا الخوف مش ان عودة الارهابيين لتونس، ان عودة الارهابيين التوانسه الى ليبيا، ومن هناك تبدا عمليه اخرى، عمليه الاخذ والاخذ على حين غفله، ويمكن يقع فيه غزو، ويمكن يبدا عندهم حلفاء، ويمكن عندهم دول تيجي تدعمهم، وتجيهم الدول وتدعمهم. كل الدول عندها مصالح في إشعال الفتن من أجل مراكمة المرابيح ومراكمة الأرباح. ده مصر موضوعة في أزمة، في زاوية. السعودية عامل استحقاق عن حق، وهي التي في الأزمة في النهاية ظلت هي في أزمة. عندها حرب مع اليمن عليها تصفيها، عندها حرب في سوريا وفي العراق ما عرفتش كيفاش تخرج منها، خرجت منها خاسرة وفاشلة في تجربتها. إذن احنا من هم حلفائنا في العالم العربي، ومن هم حلفائنا في المنطقة، وكيف سنعبر إلى هالعشرية المقبلة ولا الأربعة ولا حتى 2020 كما يقولون وكذا، وكيف هذيك الوعود اللي تلقيناها في مؤتمر الاستثمار كيف سنستفيد منها على الأقل. أنا لا أصدق أنه باش يجينا 15 مليار دولار ولا أي شيء، بالكثير باش يجوا مليارين على مدى عامين ثلاثة، لكن بأثمان عالية. من يدفع الأثمان؟ ثم أنه عندنا احنا مشكلة، عندنا البلديات يأجلوا فيها وخايفين منها كلهم، وأن حكومة ما حدا يستطيع أن يستقيل فيها، لأن كي البوزل يعني كان تنحي واحد تبقى حفرة ما تعوض الا بواحد شبيه له، نجمش، لأن حكومة وحدة وطنية مشكلينها موزايك فسيفساء، كل قطعة من حزب ما ينجموش. إذا احنا وين ماشيين؟ مجمدين، يقع لنا محاولة اغتيال نكشف فيها هي الحقيقة، ولا يطلع فيها رئيس يندد بالمتهم الأول لاقتراف الجريمة ولعدوان الدولة على دولة، ولا يطلع فيها وزير خارجية. أساسا هي مسألة وزير خارجية يطلع يتكلم، مدام موساد اغتالت خارجية تطلع تتكلم. احنا عندنا وزير خارجية، اسمعني شوي، عندنا وزير خارجية كان يخدم في إسرائيل ما يستطيعش يتكلم ضد إسرائيل، وعندنا مدير أمن يستقيل يوم الجريمة كان يخدم في موريتانيا، عندما كانت موريتانيا ساحة للموساد. في عهد معاوية ولد الطايع كانت سفارة إسرائيل في موريتانيا تحكم في المغرب العربي كله، كان هو موجود ثم طبعا كسفيرة وكملحق أو كذا ما نعرف شيء، بس هو عمره ما خدم في الأمن،
هو من عام 80 مخدم في الامن، وكوادر الداخليه كله ما يعرفهمش. 15 عام 16 عام 20 عام لا يعرف كوادر الداخليه. كيف عاد الى الداخليه؟ كيف استقال؟ كيف لا يقول لنا كيف استقال؟ وكيف لا نجد اي جواب عند اي احد؟ هذه هي المشاكل في تونس. استعدوا لل 17 خطير علينا جميعا. سنه تحولات عميقه من المشرق الى المغرب، سنه تحولات. تخيلوا ليبيا، تخيلوا الجزائر ماذا سيحدث فيها، وتخيلوا انفسكم انتم يرجعوا فيكم، ما عاد فيكم حتى وين تهربوا، ما عندكم وين تهربوا، ما عندكم وين تهربوا. السوريين وجدوا وين يهربوا، توانسه ما عندهم وين يهربوا، وانا اعرف انه ما عندهم وين يهربوا. واضح. أستاذ خالد العبيد، ما يحدث في تونس ما نجموش ناخذوه بمعزل كما قال الأستاذ صافي سعيد عما يحصل في بقية أنحاء العالم. هو أكيد هذا أمر واضح. الحاجة اللي تأسفني وقلقني برشا أنه هنا في تونس ما ثم حتى استراتيجية، ما ثم حتى خطة، ما ثم حتى وضوح في كيفية التعامل. احنا نستناو لا قدر تصير حاجة وقتها باش نخموا كيفاش باش نتصرفوا فيها. هذه هو ربما الخطيئة الكبرى اللي نعيشوها احنا حاليا في تونس، وهذا ربما يرجع إلى تشتت القرار السيادي، تشتت القرار تاع الدولة. وهذا ربما من خلاله نفهموا مسألة أساسية. نعاودوا نرجعوا لمسألة الإرهابيين. راهو الإرهابيين ما نجموا نفهموها كان وقت نرجعوا الجذور شوي. شنو اللي خلى برشا توانسة شباب توانسة يمشيوا لمناطق بؤر التوتر بعد 2011؟ ثم حاجة معينة حثت. علاش ما نحلوهمش الدسويات؟ علاش الملفات ما تتحلش؟ يلزم وقت تحل الملفات نفهموا شنو اللي صار بالضبط. التوانسة اللي مشاوا الشباب هذا كانوا وقود لمعركة مش معركتهم، كانوا وقود لاستراتيجية مش استراتيجية تاع تونس، كانوا وقود لحرب مش حربهم، وتم استعمال فيها أبشع عبارات الدعاية من أجل دمغجتهم وإرسالهم الغادي. وبكل أسف ثم أطراف هنا في تونس ساعدتهم بكل قوة، ونحن نعرف أنه في النهاية صار في تلك الفترة حتى من المؤتمر اللي بشي سنة سوريا. أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة مع سوريا من يحكم أو من لا يحكم، مش هذه مشكلتي ثم الدولة نفرق بين الدولة وبين النظام. بالنسبة لي احنا كعرب الدولة السورية، الدولة العراقية، السوريين والعراقيين وقفوا معانا في أوقات الشدة، من غير المعقول أنه احنا نكافيهم بهذه الطريقة. أنا عندي شهادات تتحدث كيفاش العراقيين المعروفين اللي هم صعاب برشا، وسي صافي سعيد يعرف اللي هم قويين برشا، يترجفوا من التوانسة، يترجفوا منهم. وهذا اللي يخليني نخمم أنه المسألة نوعا ما مغلوطة. باش يرجعوا هما صحيح باش يرجعوا، مش باش يستناو باش يرجعوا عن طريق المطار، باش يرجعوا بطرق أخرى. لكن المشكلة هل أنه وقت باش يرجعوا خاطر اتخذ القرار في منطقة ما، في عاصمة ما، في دائرة مغلقة ما، على أساس أنه يرجعوا، وما على تونس إلا أن تقبل كما قبلت باش أنهم يخرجوا، كما يلزمها تقبل باش أنهم يرجعوا. وهنا يلزم نعرفوا شكون اللي قبل وشكون اللي قابل تو باش يرجعوا. هذه نقطة أولى. والنقطة الأهم من هذا كله أنه احنا عندنا اتفاقيات تحكمنا. علاش تقطعت العلاقات مع سوريا، مع الدولة، ما نقولش مع النظام؟ ما عادش نراو شو قاعد تصير في سوريا، ما عادش عندنا قنوات اتصال. علاش كل موجودين غادي ثم اتفاقيات تربطنا بهم؟ هما ارهابيين صحيح، لكن ارتكبوا جرائم ترقى الى جرائم ضد الانسانيه، جرائم حرب، وهذه الجرائم بامكان محاكمتهم حتى هناك. هما يقع محاكمتهم هناك قبل ما يتحاكموا لنا. علاش احنا نخموا لا جيبوهم اللي مشدودين غادي باش يتحاكموا، ولا باش يتشد غادي باش يتحاكم. لكن المساله مش في هذه بعجاله. المشكله نعرف المشكله مش في هذا كله. المشكله انه هذا اعتقد ان هذا كله ستار يخبي اشياء اخرى قد تتجاوز هذه المساله، وربما سيقع من خلال التمرير اشياء اخرى قد لا تكون باهيه لتونس. واضح 2016 ما شهدش فقط محطات واحداث سياسيه، للاسف غادرونا برشا ناس، برشا اسامي عزيزه علينا، صحفيين، رجال اعمال، مثقفين، ادباء. نشوفوا الميموريوم هذا وراجعين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.